اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الهنا، صباح التفاؤل، صباح كله عشم في الله وصباح الانوار. ويلا نشوف اكلة المطاعم، اكلة حلوة جدا وجميلة، وبصراحة جميلة جدا جدا، طعمها حلو قوي قوي. لايك وشير وسبسكرايب، ولو اول مرة تشوفي قناتي تابعيني، وما تنسيش اللايك عشان بيرفع الفيديو وغيرك يستفيد. واحفظي الفيديو لو عجبك. عندي هنا احلى واجمل اكلة سريعة ومش مكلفة كتير، وكمان عملنا جنبها المخلل والليمون الكبير اللي الناس كلها بتسأل بيتعمل ازاي. وطبعا القناة طريقة على القناة. مبدئيا كده هاتي نص كيلو صدور او بانيه، وتعالي نشوف احنا هنعمل الوصفة ديت ازاي. صلى على رسولنا الكريم واستغفر الله كتير، ودعوة لاخواننا الفلسطينيين ربنا ينصرهم نصرا عزيزا، والف مبروك لولادنا وحبايبنا المراحل الابتدائي والاعدادي واولى وتانية ثانوي. الف الف مبروك لكل اللي نجحهم، وربنا يا رب ينجحهم وبالتوفيق ان شاء الله. ويلا بقى ندعي لتالتة ثانوي، ربنا يا رب ينصرهم ويوفقهم، اللهم امين، ويثبتهم. إيه هنعمل ايه؟ هنفرم الفراخ او صدور الفراخ اللي معانا ديت لحد ما تبقى ناعمه خالص خالص في الكبه طبعا. وهتعملي شايفين الانسجه طبعا. اللي ساعدني اكتر ان انا كمان ما حطيتهاش في الفريزر بعد ما حطيت كل المكونات عليها، ان هي كانت مثلجه او متلجه او لسه طالعه من الفريزر، فكانت تقريبا 10 دقايق بس كده. ما حطيتش عليها ميه ولا اي حاجه، كنت غسلاها ومنضفاها قبلها بيوم، كنت عامله وصفه وحشت منها الصدور دي. عندي هنا بصلتين او 3 بصلات متوسطين الحجم. عندي هنا حطيت نص معلقة من الملح عشان المية اللي في البصل تطلع منها، تمام، او تنعزل عن البصل، علشان انا مش عايزة على الكفتة بتاعتنا ديت او كفتة داود باشا عايزة عليها مية خالص، انا عايزة اصفي المية. عندي هنا 1 فلفل و1 شطة، يعني 2، واحد حراق واحد بارد، تمام. قطعتهم عشوائي كده وحطيتهم في الكبة يتفرموا، علشان انا مش عايزة لهم اثر في الكفتة، انا عايزة اللحمة هي اللي تكون باينة، مش عايزة المكونات اللي انا كنت بحطها تكون باينة معايا في الكفتة، تكون ناعمة. هجيب مصفى بالطريقة ديت وهفضي كل الكمية او كل المكونات معايا اللي هو البصل والفلفل. تمام تمام، مركزين، قولوا مركزين. وهصفي بقى لحد ايه ما تنزل معايا كل المية اللي موجودة. زي ما انت شايفه معايا هنا، صفي على قد ما تقدري، علشان هقولك ايه التكه البسيطه اللي ممكن تعمليها واستحاله اي كفته تفك منك نهائيا. كتير من البنات المبتدئين بيشتكوا ازاي ان الكفته ما بتفكش، وازاي بتفك معانا. وهقولك دي خلطه بهارات فراخ كنت جايباها كده من عطار. وعندي هنا شوية فلفل وشوية كمون وشوية كزبرة، حبة ملح، وكمان توم باودر. وزي ما انت شايفة معايا هحطهم بقى كده على الخلطة. وكمان هجيب نص معلقة من الشطة وهقلبها بالطريقة دي. انتوا شايفين ان انا حطيت ايدي ولا اي حاجة؟ ما حطيتش ايدي خالص في الكفتة، وقلبتها بالاسباتولة معايا بالطريقة ديت. وهبل ايديا بمية البصل والفلفل اللي احنا عملناهم في الاول وصفناها، مش هرميها. هجيب، انا لقيتها طرية شوية، ودي تكة الطباخين في الافراح يا جماعة، بيحط عليهم معلقتين على حسب الكمية اللي معاكي. انا حطيت معلقتين من الدقيق متوسطين صغيرين، مش صغيرين قوي يعني، متوسطين كده. وحطيت معلقة واحدة بيكنج باودر او بتاع الكيكه اللي احنا كلنا عارفينه. وهقلب بالطريقه دي. عايزه اقولك ان هي ما فكتش تماما وخدت غلوتها في الاكل. وزي ما انت شايفه معايا في اول الفيديو، بسم الله ما شاء الله، الواحده بوحدتها وجميله جدا جدا جدا. بتبلي ايدك من المية البصل، وبتكوري معاكي الكفته بمنتهى السهوله. شايفين؟ صلى على الرسول واستغفر الله كتير. والاستغفار فعلا يا جماعه بيغير الاقدار. ودايما تدعي أدعية حلوة، وأدعية إن يبالك ورد كل يوم. وواقفة في المطبخ استغفر الله، طالعة على السلالم كبري، قول الله أكبر، سبحان الله، قولي كل الأدعية اللي انت حافظاها، واللي انت مش حافظاها خالص قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما انتش حافظة أي أدعية قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صدقيني الصلاة على رسولنا الكريم من أفضل وأحسن الأدعية. لما جه واحد أيام الرسول عليه الصلاة والسلام
جه قال له انا ما بعرفش ادعي يا رسول الله. قال له تعرف تصلي على رسول الله؟ قال له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال له قد ايه؟ قال له ممكن اخلي دعائي كله للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له ممكن طبعا. فطبعا حديث صحيح ان شاء الله. وتعالي نشوف، انا مش عايزه اطول عليكم في الحديث لان في كلام كتير في الحديث تاني. هسخن الحله وهحط شويه زيت، وهبدا بقى ان انا احط الكفته جنب بعضها بالطريقه دي. فكان دايما يقول له ينفع ان انا اخلي ادعيتي كلها الصلاة على رسولنا الكريم؟ قال له ينفع ان انت تخلي كل دعائك باذن الله ان يكون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد كده يا جماعة احنا بنفضل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لان ده حبيب الله، يعني ده حاجة حاجة عظيمة. ده حبيب الله يا جماعة، شفتوا حبيب الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقول له كل نبي في ليه ميزة او كلمة معينة بالنسبة له، فانا قال له انت حبيبي يا محمد عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى بيؤمر الملائكة وعباده اجمعين في السماء وفي الارض ان هم يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا رب العالمين اكتبنا من المحسنين والمحبين رسول الله واجمعنا به واسقينا من ايده الشريفة يوم القيامة بإذن الله. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا زي ما انت شايفه خدت كفتة داود باشا بالفراخ، مفيش اسهل ولا اطعم ولا واقتصادية جدا ان ممكن تعمليها باللحمة. على فكرة عايزة اقولك حاجة، ممكن تعمليها بالسمك والجمبري كمان، والله العظيم بتبقى جميلة جدا. وبنفس المكرونة بتبقى تحفة تحفة بجد. شفت شيفات كتير جدا عاملينها وكمان جربتها بس ما صورتهاش، وان شاء الله لنا لقاء ان احنا نصور الحاجة اللي احنا بنقول عليها. وانا عملتها المرة دي بالفراخ وقبل كده كنت عاملاها باللحمة، وعايزه اقول لك ان هي حلوه جدا واكله سريعه. على فكره من الاكلات السريعه اللي ممكن تعمليها. على فكره ما خدتش في ايدي نص ساعه وكانت خلصانه. احمرت، واحد يقول على دي بيض يا جماعه مدحرج، وربنا دي كفته داود باشا بالفراخ. حمرناها بالطريقه ديت وفي نفس ذات الزيت، في نفس ذات الزيت. وهنحط معلقه توم. طبعا احنا كلنا مخزنين توم في الفريزر. خدت معلقه بالطريقه ديت. وتعالي نشوف احنا هنعمل ايه. هنحمرها كده. هنحط تاني شوية بهارات بقى، 7 بهارات معاكي كده، حطي اللي انت عايزاه بهاراتك وظبطي الدنيا معاكي كده. محدش ليه حاجة عندنا، والمطبخ مطبخنا والحلة اللي قدامك دي حلتنا. وعندي صلصة جاهزة. الصلصة ديت عبارة عن طماطم متسبكة وبصل مفروم ومتسبك ومتظبط تظبيطة 100 100 يعني. هقلبه كله على بعضه وكمان هسيبه ياخد ويدي بشكل ودي. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله. خلاص طالما الصلصة عندك نطرت سمنتها او زيتها او مادة الدهنية اللي فيها، اعرف ان هي اتسبكت وبقت 100 100. هنحط بقى دلوقتي؟ هنحط الكفتة اللي معانا. على فكرة يا جماعة ممكن تسيبيها على كده وتغمسي بيها او تاكلي جنبها رز او كده يعني، او عيش وكلام من ده اللي حابين. وممكن تعمليها في رز، وممكن بس الافضل لها المكرونه لان هي بتستوي بسرعه على فكره. فانا النهارده هنعملها بالمكرونه. انا بقول لك حلول كتير ان انت تطيبيها كده وتطيب الرز لوحدها، بس الافضل ان انت تعملي عليها مكرونه، بتبقى واخده من الطعم والصوص بتاعها كده. على فكره يا جماعه عايزه اقول لكم ان هي تحفه بجد بجد، واللي مجربهاش كتير جدا فاتوا اللذاذه والطعام بتاعتها. عندي هنا قبل النور ما يطفي يا جماعه، علينا النور هيطفي كمان شويه. سخنت غليت ميه في الكتل وخلاص حطيت العقد بتاع المكرونه. المفروض بقى اول ما تنشف ولسه فيها صوص كده، المفروض ان انا على طول اقلبها في طبق التقديم. تمام. فانا خرجت من البيت ورجعت، غبت عليها حوالي 10 دقايق بتتلدن. فكنت ان انا ناوية والنية لله ان انا افضيها وفيها صوص كده تنزل على طول. فكانت يعني
زي ما انتوا شايفين هي حلوه ما فيهاش اي حاجه، بس كنت المفروض ان انا اسيب صوص سيكا فيها، بس ما رضيتش ان انا ازود الصوص او ازود لها اي حاجه عشان ما تبص. بصراحه هي طعمها حلو قوي قوي، عايزه اقول لك ما باتتش وما فاضلش، وكانت هي نفس الوجبه اللي كانت موجوده. هتقدمي معاها هتقدمي معاها المخلل وممكن بطاطس محمره. لو ما عندكيش بطاطس محمرة عادي قدمي جنبها المخلل، وأكلة جميلة وكاملة على فكرة ومتكاملة، وفيها البروتين وفيها النشويات، فيها الصلصة وفيها الطماطم وفيها كل حاجة. عايزة اقولك ان هي طعمها حلو والكفتة حلوة قوي قوي قوي. اتفضلوا معانا، ويا رب النهاردة الفيديو كان خفيف وظريف وكون استفدت ولو بمعلومة، وبما ان احنا حاطين فيها شطة وفلفل حطينا وجرناش بيه. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسيش دعوة لاخواننا الفلسطينيين.